اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفيديو تاع اليوم رايح يكون تجهيزاتي ليوم ميلاد مسلم، يعني واش طيبت وكيفاش واش جهزت وواش حطيت وواش درت، يعني كلش في فيديو واحد. اول حاجه بديت بها درت الكبسه اللي حطيت اللحم وحطيت زيت زيتونه، خليتهم مع بعضهم يتقلاو. تقدروا ديروا زيت عادي، تقدروا ديروا تخلطوا يعني بين الزيت والزبده. انا بغيت ندير غير بالزيت زيتونه. ورحت وجدت التوابل، انا نحبهم هكذا نكون وجدتهم كامل مع بعض، نوجدهم كامل مع بعضهم في صحن واحد باش ما ننسى حتى حاجه. ولهنا حبيت نوري لكم هذه واللي هو الليمون المجفف، ليمون اسود مجفف واسمه اللومي. تحبوا تستعملوه هكا كعبه كامله ومن بعد تحلوها، ولا تستعملوه مرحي وديروا ملعقه. ولا عندي الملح، عندي القرفه، عندي القرنفل، عندي الفلفل الاسود، عندي راس الحانوت، الزنجبيل، الهيل، الثوم، الرند والتوابل الاخرى كامله تاع الكبسه اللي كنت نورمالمون وريت لكم. حطيت فيديو قصير وبينت منين انا نشري التوابل، يجوا طعمتهم ما شاء الله، يعني حتى ريحتهم والنكهه تاعهم تجي يعني رائعه جدا. بعد ما تقلى لي شويه اللحم مع الزيت وحدهم، حطيت التوابل تاعي وزدت خلطت مليح. ومن بعد باش حبيت التوابل شويه يدخلوا لي مليح في اللحم، ومن بعد باش حطيت البصله، خليتهم ثاني يتقلاو مليح مع بعضهم، يعني البصله والتوابل وكلش. يعني حبيت نخليه يدخل مليح فيه البنه، النكهه كامل تدخل مليح في اللحم. ومن بعد باش حطيت الماء نتاعي، يعني بعد باش مرقت كيما قلت لكم. شوفوا القارصه هذه راني حطيتها، ومن بعد رايحه نحلها باش تعطيني نكهه اكثر. الكبسه تاعنا لازم تجي فيها الملح، راح نخليها. وجيت لهنايا للدجاجه، لاني الدجاجه حمرتها وحدها، يعني بعد ما كنت غسلتها وشوطتها ووجدتها كنت هنا درت لها الدرسه فيها، درت فيها التوابل، درت فيها توابل الدجاج، درت فيها شويه كيف نقولوا شويه تاع طماطم وزيت. هذه هي يعني هذا واش درت فيها. كما قلت لكم التوابل ديروا كما تحبوا، تحبوا تزيدوا فيها البصله، تحبوا تزيدوا فيها الثوم. انا كنت كلش درتو توابل، يعني حتى الثوم حتى البصله كنت درتها بودره، يعني منشفينهم وراحينهم. كما قلت لكم سابقا التوابل تاعي نشريهم من بلاصه وحده فقط، لانهم متاكده من كيفاش يخدموهم وكيفاش يديروا. كما قلت لكم الدجاجه راني كنت نقيتها مليح وبديت ندهن فيها. شوفوا دهنتها مليح من برا ومن الداخل، يعني هذا الخليط اللي درته لها من برا ومن الداخل. ومن بعد غطيتها وخليتها مده، ومن بعد باش دخلتها للفور، يعني حبيت نخلي الخليط هذا يدخل فيها، يدخل المكونات نتاعو تدخل مليح للداخل. ومن بعد باش دخلتها الفور، يعني راح نغطيها ونخليها على بها. يعني درتها وانا كنت ندير في الكبسه، يعني حبيت نوجدها ومن بعد باش ندخلها للفور كما راكم تشوفوا. يعني كنت ما خليتش بلاصه ما دهنتهاش، كما قلت لكم دهنتها من برا وحاولت اني ندخل لها حتى من الداخل. تقدروا ديروا لها الثوم، تقدروا ديروا تحتها يعني تفرشوا لها البطاطا، تفرشوا لها البصله، يعني كيما تحبوا ديروها عشاء وحدها. يعني نقصد كي تكون عشاء وحدها، انا حطيتها راني فوق الرز. كي تكون حابين ديروها بنفس الطريقه هذه فقط تفرشوا لها من التحت، تفرشوا الخضره اللي نتوما ثاني حابينها، اي خضره تحبوها تفرشوها لها. بعد ما دخلت لها مليح الخليط هذاك فيها من الداخل ومن برا، كنت غطيتها بورق الزبده ومن بعد ورق الالومنيوم كما رايحين تشوفوا، لانه لازم ورق الزبده هو اللي يمس الماكله. يعني ورق الزبده ورق الالومنيوم باش يحافظ لنا على العصير هذاك تاع كلش ما يتبخرش. لهنايا بعد ما تقلى لي مليح اللحم مع النكهات كامل اللي كنت حطيتهم ولا التوابل اللي كنت حطيتهم والبصله. ولهنا قبل ما نمرق ونحط الرز كنت حسبت يعني 2 كيلات ماء بوحده رز. حسبت، والرز اللي درته هو رز بسمتي، يعني باش نتاكد باللي مش حيصرى له حتى حاجه. رز بسمتي راح يطيب لي مليح. لهنا كنت نحيت هذا اللومي وقسمتها على 2 وعاودت رجعتها، حبيتها كما قلت لكم باش دير لي نكهه اكثر.
رايحة نقسمها ونعاود نرجعها عادي، يعني حتكمل طيب لي عادي مع الرز تاعي باش تزيد لي النكهة أكثر. لهنا كيما رايحين تشوفوا كنت قسمتها وحطيتها، وبعد غطيت وخليت الرز تاعي يطيب براحته. وبعد كملت يعني باقي الخدمة نتاعي، رحت درت الدجاجة حطيتها طيب. وبعد ما تهنيت على الطياب نتاعي حطيت يعني كلش قاعد يطيب، جيت باش نعمر هاد السلات هذو. يعني المره هذه حبيت ندير حاجه مختلفه اللي مرة نديرو. شريت هذا السلال من عند العشاب، وكانت التيكيات هذو كنت الفوطو نتاعو طلبت انها في الشات جي بي تي، طلبت منها انها تعود فوطو كرتونيه، واللباس يكون تاع ريال مدريد لانه هو يحب الريال. عمرتهم كما راكم تشوفوا، درت شيكولا صغيره، ودرت هذا اللي باش الكاوكاو باش من بعد يشربوا به التاي، ودرت العصير اللي راح يشربوا به الكاطو، ودرت كعبة شينا. المهم هذا باش حبيت نعمر. زدت عمرتها بهذه يعني اللي يشربوا بها، وقفلتها بهذا الخيط هذا كنت شريته ثاني من اللي يبيع لوازم الحلويات. بالنسبة للسلال شريتهم ب20,000 الوحدة، وكي شريت مجموعة نقص لي شوية، يعني ما حسبهم ليش بقيس 20,000. كيما هذه الورقة هذه اللي كنت زينت بها، يعني أنا اللي خدمتها هذه كيف كيما قلت لكم شات جي بي تي، كتبت الطلبات اللي راني حابتهم تتغير لي الفوطو نتاعو، أنا غيرتها بالطلب هذا باللباس اللي يحب يلبسه. وزدت كتبت انا اللي كتبت هذه تاع الاسم نتاعو، والحشيش كنت شفته في الانترنت برك، يعني كتبت في الانترنت وجبت. حتى لي ساغفيات درتهم عاديين بيض باش يخرجوا لي مع الفوطو اللي كنت وجدتها له، ودرت له 8. بالنسبه للكيكه ما درتهاش انا، والقاطو هذا اصلا شريته، هذا كي لقيته عجبني حبيت نذوق منه العيله. هذا فقط لوز ويديروا هكا 280,000 نورمالمون الكيلو تاعو. انا ما شريتش 280,000، شريت قيس ما بقى لي الصرف اللي شريت به لاطارت، لانه لاطارت شريتها ب200,000 نورمالمون 200,000 اذا ما نسيتش. المهم والباقي اللي كان عندي شريت به الكاطو هذا، حبيت برك نذوقه لهم. وباش ما ننساش حتى القبعه اللي فيها الشكل تاع الكره كيف كنت شريتها من تاع لوازم الحلويات. لقيت عنده فشريت. لهنا بديت الاحتفاليه، بديتها في العشيه، لانه حبيت ياكلوا الكاطو ويشربوا الجو تاعهم، ويكون عندهم المتسع من الوقت انهم ياكلوا الكاطو، ومن بعد باش يزيدوا يتعشاو. لهنا كانوا احتفلوا الاولاد، وطفى هو الشمعه وقسمت لهم، ويعني كما قلت لكم، وشربوا العصير مع الاخر، كل واحد السله تاعو. ورحت انايا بعد ما كملت كلش رحت كملت العشاء. لهنا كما راكم تشوفوا الدجاجه كانت طابت. بصراحه اني غطيت عليها وخليتها، ما بغيتش نحمرها درك، يعني انا راني راح نصبر، لكن انا التحمار نتاعي خليته من بعد كي يكون قريب الوقت انه باش نتعشاو. جيت حطيت لها الزبده من الفوق، وحطيتها هكذاك في الكوشه باش تحمر لي من الفوق. وكما راكم تشوفوا الروز ثاني كان طابلي، وكما راكم تشوفوا فيها يعني كل الكعبه وحدها بهذه الطريقه هذه، وكلش كان طاب. اللحم كان طاب لي اللحم، لانه نص الطياب نتاعو راح غير في التقليه، يعني قليته مليح بوحده، من بعد قليته بالبصله، يعني كان تقريبا طاب لي اللحم مع زدت حطيت له الروز، يعني بصراحه جا يذوب جا ذايب. كما قلت لكم بعد ما حمرتها ثاني، يعني درت لها زبده وحمرتها من الفوق، زدت عاود غطيتها باش ما تبردليش. ومن بعد باش رحت سربيتها، يعني درت الروز من الفوق ودرتها هي، يعني حطيتها هي العفو فوق الروز هي اللي حطيتها. كنت قسمت لخاوتي وحدهم، وحنا يعني نساو الولاد وحدنا. كنت حابه نزين باللوز، لكن بصراحه ما لقيتش اللوز يكونوا كلوه، لقيت 2 كعبات ولا 3 حطيتهم، لان انا كنت حابه ندير بالروز بالعفو باللوز كنت حابه نديره كامل. لهنا بدينا نتعشاو. درت الروز هذايا فقط، ودرت الدجاجه فوقه، ودورته باللحم، ودرت مع السلطه. هنا حبيت نعاود نصوره لكم من الفوق. هنا كنت صورت قبل ما ناكله، صورت من الفوق كما قلت لكم النص تاع
الرجال خليته وحده، وحنايا هذا تاعنا. ما درت حاجه خفيفه لانهم كما قلت لكم كانوا كلاو الكاطو، فما حبيتش نكثر ياسر. درت فقط الرز هذا ودرت السلطه، والحمد لله. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسونيش بالجام والاشتراك في القناه والتعليقات. سلام.